نقي نفسك. عارفه انت مثلا لما يكون حد عايز يشتري عربيه معهوش فلوس، روحي اشتري عربيه وخليكي واثقه انك هتسدديها، تلاقي نفسك بتسعي وبتشتغلي وبتعملي. ارمي نفسك على ارمي طول. نفسك في الحاجه. تجيلك الافكار منين؟ ما شاء الله، اللهم بارك. ده ربنا بقى. بفضل اقول لنفسي لسه ما جاتش، لسه ما جاتش، انا مستنيه، انا عارفه ان ربنا هيديني في تواصل، في فكره، افضل اقول ايه هتيجي، بس هي لسه ما جاتش. ممكن اقعد يومين 3 4 انا قاعده فعلا ما فيش، فجاه تلاقي تك 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 اكتب بقى. ايه تاني ممكن يلهمك بافكار؟ مفيش حاجه في الكون صدفه. بكلم ماما، ماما قالت كلمه ممكن يطلع فكره منها لان هي في حته معينه. اكتر حاجه بتعصبك ايه يا دكتور اسماء؟ بزعل من حاجتين ودي مهمه قوي. بزعل من حد يكون هاين عليه نفسه قوي كده، وان حد ده يكون جاهل. يعني ايه هاين عليه نفسه؟ يعني الاقيه عنده مشكله وقاعد طول النهار ماسك لي السوشيال ميديا، وبيروح ياكل ويشرب وينام ويروح شغله ويرجع وسايب الدنيا كلها. حبيبي انت ما بتقومش تشتغل على نفسك ليه؟ انت ليه ما بتظبطش علاقه بينك وبين ربنا؟ ليه ما بتحضرش حاجه؟ عشان كده بقول لك ما بحبش الجهل. عارفه ايه بني ادم؟ ده انت ربنا مكرمك، ده انت حاجه كبيره قوي 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 قوي. الجهل ده ما اقدرش اقول لهم اقفلوا بسرعه اقفلوا بسرعه، ما اقدرش. يهين عليه نفسه قوي كده. عايزه اقول لك على حاجه، ما هو للاسف 90% من الناس هي دي حياتهم. عارفه ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ ولكن اكثرهم لا يعقلون. عشان كده لما بلاقي الناس مجتمعه على حاجه حاسس ان في حاجه غلط.